فيا أيها الإخوة الكرام، ما أجمل الإنسان المسلم عندما يسمع عن إخوانه سيئات ويذكر أخاه بالذنب. ما أجمل هذا المسلم عندما يبحث ولو عن حسنة واحدة عن هذا الرجل ليدافع بتلك الحسنة عن هذا الإنسان. تعلمون يا إخوتي بأن ربنا جلت قدرته أخفى رضاه في طاعته. ربما بطاعة واحدة يكون العبد ناجيا عند الله عز وجل، وربما البعض من الناس يذكرون مساوئه وخاصة بعد موته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأي شيء أمرنا، وخاصة بعد موت العبد؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم؟ إن رأيت أناسا يذمون إنسانا فابحث عن حسنة واحدة وقل لعله بهذه الحسنة ينجو من عذاب الله عز وجل. وعندك الأدلة الكثيرة على ذلك. من منا لم يسمع بحديث المرأة البغي التي غفر لها بأي شيء؟ سقت كلبا ماء غفر الله عز وجل لها. لا تتدخل بين العبد وربه. علينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن حذاري حذاري من أن تحكم على إنسان بأنه من أهل النار مهما عظمت ذنوبه. ربما أن تكون له حسنة ينجو بها عند الله عز وجل. خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جنازة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، فتقدم صحابي جليل وقال: يا رسول الله لا تصلي عليه، إنه رجل فاجر. وقف النبي عليه الصلاة والسلام ونظر في الصحب الكرام وقال لهم: هل أحد منكم رآه على عمل من الإسلام؟ في واحد بيناتكم رآه على طاعة لله عز وجل، على عمل من الإسلام؟ فقال رجل: يا رسول الله إنه بات ليلة يحرس في سبيل الله. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحث التراب عليه وقال: إن أصحابك يشهدون أنك من أهل النار، وأنا أشهد أنك من أهل الجنة. يا إخوتي، بأمس الحاجة أن نحسن الظن وأن نبحث عن خبيئات لهؤلاء الناس الذين يفعلون المعاصي والمنكرات. أولا، أحسن الظن أنه قد تابوا إلى الله عز وجل. ثانيا، قل قد تكون لهم خبيئة عند الله يغفر الله عز وجل له بتلك الخبيئة. وأما أنا وأنت عن أنفسنا، اجعل القاعدة: إن الله عز وجل
أخفى سخطه في معصيته. فلأكن أنا وأنت على حذر من المعصية ومن المعاصي ومن الكبائر سوء الظن بالعباد. رأيته عصى، قل لعله تاب. ما أجمل حسن الظن، وما أجمل أن تبحث عن حسنة لأخيك إذا ذكرت سيئاته. اذكروا محاسن موتاكم وإن كانوا على قيد الحياة، وذكرت مساويهم ابحثوا عن حسنات لهم وردوا على من ذم بذكر الحسنات. ولكن الحقيقة مرة، هذا الأمر صعب وصعب جدا أن تتكلم عن حسنات إنسان قد عرف بالسيئات. هذا شيء صعب. حسن الظن صعب، ولكن يا مريد النجاة عند الله عز وجل يوم القيامة اجعل صدرك سليما على خلق الله. نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونفوض أمور العباد لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.